بتعمليه وبيطلع معاكِ مش مضبوط، القوام بتاعه كمان ما بيطلعش كريمي وناعم كده، وبيطلع عامل مَيّة وسايب كده في الكوباية. طب تعالي بقى أنا هاعمله معاكِ النهارده بطريقة سهلة جدًا وبسيطة كمان، وهيطلع القوام بتاعه ناعم وكريمي، وطعمه بقى مش قادرة أقول لكم حلو قد إيه. هنعمله كمان من غير خلاط ولا هاند بلندر ولا أي حاجة خالص، كل الحكاية إن إحنا هنحتاج بس معلقتين من الزبادي. تعالوا بينا نشوف هنعمل إزاي الزبادي البلدي الجميل بتاعنا اللي إحنا شايفينه ده، علشان سحور رمضان وكل سنة وانتم طيبين وبألف خير. هنعمله بمكونات بسيطة جدا، مش هنحتاج بس زي ما قلت لكم غير هما معلقتين كبار من الزبادي، وهيطلع معاكي أحلى زبادي كريمي بلدي، طعمه كمان في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف عملناه ازاي. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى تعملوا للفيديو لايك وشير لو الفيديو عجبكم. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا ونشوف المقادير. جبت كده كيلو لبن، وهبدأ بقى أغليه بالشكل ده. من وقت للتاني هقلبه كده وهو على النار، وبعد كده هسيبه بقى يدفى خالص، انا عايزاه يكون دافي زي دمعة العين. هنا كده هنشوف اللبن بتاعنا وصل لحد فين. هنا خلاص اللبن بتاعي بقى دافي كده وعامل زي دمعة العين او رضعة البيبي. كل اللي هعمله بقى اني هجيب علبة من الزبادي البلدي، ودي موجودة في السوبر ماركت او عند اللبان. هاخد منها بس في بولة معلقتين كبار من الزبادي، مش هاخد العلبة كلها. هضيف عليهم بقى حوالي 4 أو 5 معالق من اللبن. وفي الخطوة دي بقى عندنا أهم حاجة، إن إحنا لازم نقلب اللبن مع الزبادي كويس جدا. أنا عايزاه يبقى كريمي وناعم زي ما هتشوفوا معايا دلوقتي. شايفين؟ هفضل أقلب فيه كده حوالي دقيقتين لحد ما آخد كده قوام ناعم وكريمي، هتشوفوه دلوقتي وأنا بنزل بيه على اللبن. شايفين بدأ يبقى معايا أهو القوام بتاعه كريمي. شايفين؟ خلاص كده خلصنا. هننزل بقى بيه على اللبن وهنقلب كده شوية كمان علشان القشطة بتاعتنا اللي فوق وش اللبن تدوب هي كمان، ولو في أي تكتلات تدوب معانا بالشكل ده. مجهزة بقى الكوبايات بتاعتي كده ورصتها في صينية، هنزل كده بقى باللبن في الكوبايات بالشكل اللي احنا شايفينه مع بعض ده. عندي كمان مية سخنة، مية سخنة مش مغلية. هنزل كده بالمية السخنة لحد حوالي تلت الكوباية بتاعتي بالشكل اللي احنا شايفينه. هننزل كده بالمية، ومية سخنة يا جماعة مش مية كمان مغلية، علشان الزبادي بتاعنا ما يعملش كده قطع من تحت ويجبن. كنت مشغلة بقى الفرن بتاعي دقيقتين اتنين بس. غطيت الزبادي بفوطة ودخلته بقى الفرن، قعد حوالي 6 ساعات. ما فتحتش عليه ولا شلت الفوطة ولا جيت جنبه خالص خلال ال6 ساعات. بعد كده بقى خرجته من الفرن ونقلته بقى في صينية تانية ودخلته التلاجة ساعتين. طلع بقى بالجمال اللي احنا شايفينه ده. بجد يا جماعة أحلى زبادي بلدي وأطعم زبادي بلدي ممكن تجربوه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة ومن غير كمان مكونات كتير. زي ما قلت لكم ولا هاند بلندر ولا خلاط ولا أي حاجة خالص. بصوا بقى القوام بتاع الزبادي طالع قدامنا عامل ازاي. بجد خطير. القوام كريمي وناعم وطعمه كده عامل زي الزبدة. طعمه حلو جدا. اعملوه في البيت للسحور وجربوه، وإن شاء الله أنا متأكدة إن الطريقة دي هتعجبكم وهتطلع سهلة معاكم. شايفين؟ يلا جربوه. ما تنسوش بقى تعملوا للفيديو لايك وشير.